مهرجان الرواد الإبداعي السنوي الثاني في قاعة مسرح غرفة تجارة وصناعة دبي. والهدف هو بناء جيل متوازن معتز بقيمه الأصيلة وعاداته وتقاليده، متمتع برؤى مستقبلية واضحة ومساهم في مسيرة التميز التي تتبناها إمارة دبي. نتابع التفاصيل. برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين، نظم مركز محمد بن راشد المكتوم للتواصل الثقافي الحضاري مهرجان الرواد الإبداعي السنوي الثاني تحت شعار معا نلون صفحة الحياة. شارك في المهرجان أكثر من 20 مدرسة من دبي، وأقبلت أكثر من 100 فتاة تميزن بقدرتهن على الإبداع، ووزعت الجوائز على 4 فئات هي تأليف الشعر والإنشاد وإلقاء الشعر وفئة أجمل عرض تقني، وجوائز لرعاة الحدث. هدف تحفيز الطالبات وتشجيعهن وصقل مواهبهن، وإنه كل واحدة شو المواهب اللي عندها إنه توجهها التوجيه الصحيح للهواية اللي عندها. فكثير تشجعوا الطالبات إنه لما عملنا هذا المهرجان، فهذا صار مهرجان الرواد الإبداعي الثاني. ففي فن إلقاء الشعر وتأليف الشعر، ومن أفضل الصوت إنشادي، ومن أفضل عرض تقني. والحمد لله كان إقبال كبير من البنات المدارس على هذا المهرجان. وفي إن شاء الله بإذن الله السنة الثالثة إن شاء الله، عشان كل الطالبات يتشجعوا بهذا المهرجان. والغاية من هذا المهرجان هي بناء جيل متوازن معتز بقيمه الأصيلة ويتمتع برؤى مستقبلية واضحة. تخلل الحفل العديد من الأنشطة شاركت فيها الفتيات، كما ونظمت ورشات عمل لأولياء الأمور والطاقم المدرسي.